السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخوتي؟ معكم سعيد الجزائري في الفيديو 21 من شرحنا لكتاب شفرة سعيد الجزائري في علم الأسياخ. واليوم بإذن الله سنتحدث عن موضوع مهم جدا، وخاصة للإخوة الذين يريدون معرفة حقيقة الطرق التي قد ذكرها الكثير من الإخوة في المنتديات وبعض شبكات التواصل الاجتماعي كالفيسبوك مثلا. وعنوان هذا الفيديو يتحدث عن تأثير الجهاز العصبي على حركة الأسياخ، وكيف أن الجهاز العصبي يمكن أن يؤثر على حركة الأسياخ بشكل رهيب. ومن هذا المنطلق سنتحدث عن بعض الطرق التي يعتمدها البعض في بحوثهم واعتمدوها منهجية لبحثهم ومنهجية لعملهم الميداني، ولكن هي في الحقيقة والأصل راجعة لأمر واحد، ألا وهو تأثير الجهاز العصبي على حركة الأسياخ. قلنا في كتاب الشفرة أن هذا الموضوع قد يكون غريبا نوعا ما عن البعض، ولكن فيه جانب من الصحة، وذلك لأن هناك الكثير من الشواهد والدوافع في هذا الموضوع. ولكن كلامنا في هذا الموضوع لا يعني أننا نقوم بالطعن في الإخوة، وفي نفس الوقت تنبيه لكي لا يجعله الكثير من الإخوة مطية لإثبات ما عندهم من الأفكار، والتي توجد منها الكم الهائل من الأفكار التي لا تمد للعلم بصلة. فقلنا في فيديوهاتنا السابقة أن الجسم أو أن الأسياخ تتأثر بجسم الإنسان بشكل كبير. تكلمنا عن قضية القطبية، وتكلمنا عن قضية المجالات الكهرومغناطيسية، وتكلمنا عن قضية القوى الخفية في جسم الإنسان، ألا وهي حاسة الاستشعار عند الإنسان. واليوم بإذن الله سنتحدث عن مسألة لها علاقة بتأثيرات العقل الباطن على جسم أو على الأسياخ. كيف ذلك؟ الكثير من الإخوة قام ببعض التجارب، بحيث عند رفعه للأسياخ والتفكير في مكان من الأمكنة لا يشعر إلا وأن الأسياخ قد اتجهت إلى ذلك المكان، وخاصة إذا كانت الأسياخ مجردة، بحيث الأسياخ أو أسلاك النحاس المصنوعة منها الأسياخ ملامسة مباشرة لجسم الإنسان ولليد القابضة لذلك السيخ، فيشعر بأن الأسياخ تتجه إلى المكان الذي يريد أو الذي يفكر فيه. وهناك من قام بتجربة بحيث أن هناك مجموعة من الإخوة أمامه ويقوم برفع الأسياخ، ثم بعد ذلك يقول في نفسه فلان، فيلاحظ أن الأسياخ تتجه إليه، ثم يقول فلان، فيلاحظ أن الأسياخ تتجه إلى الشخص الآخر. وهذا إن دل فما يدل إلا على أن
أحيانا ما تفكر فيه تستجيب الأسياخ على حسب تلك أو ذلك التفكير. فمن هذا المنطلق أحببنا أن نوسع هذه الفكرة ونجد ذلك الحل الذي يتناسب مع هذه الظاهرة. فوجدنا أن هناك تأثير للتفكير على حركة الأسياخ. وإن قلنا أن هذا من أكبر الأسرار التي تتعلق بعلم الأسياخ، فبمجرد سماعك لأحد الخبراء يقول عند نقرك كذا كذا من النقرات، أو عند وجود الهدف الحقيقي سيؤشر مباشرة إلى منطقة الهدف، وأنت حينما تقف فوق أو بالقرب من الهدف الذي تريد أن تفحص وتستدل لتلك الطريقة، فعند رفعك للأسياخ مباشرة فإنك قد وضعت صورة ذهنية لذلك الهدف، فتلقائيا تفكيرك هذا يرسل المخ سيالات عصبية عبر الجهاز العصبي الخاص بالإنسان إلى اليدين، ومن اليدين مباشرة إلى الأسياخ، فتلاحظ أن الأسياخ تقوم بنفس الحركات التي تكلم عليها ذلك الخبير، فتقول نعم هذه الطريقة صحيحة 100% لأنها قد صلحت معي، وهي في الحقيقة لم تصلح معك، إنما تفكيرك هو الذي ساق الأسياخ حيث تريد. هذه من المسائل التي يجب على الإخوة معرفتها، وإرجاع الذاكرة وإرجاع الفكر إلى حقيقته الأصلية. نكتفي بهذا القدر، وإلى فيديو آخر، وستكون هناك تتمة لهذا الكلام في الفيديو الآخر أو الفيديو القادم، وسنشرح الطريقة التي من خلالها نستطيع الاستفادة من هذه الميزة. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.